بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الفيزياء. هنتعلم مع بعض النهاردة بعض الأفكار اللي هتساعدنا في حل مسائل مقاومات التوالي والتوازي، وهنبدأ على بركة الله من نهاية الفيديو اللي فات. أنا كنت متوقف عند المسألة رقم 5، هنبدأ من عند 6 النهاردة إن شاء الله. بيقول لي: ما المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B في كل من الحالات التالية؟ أولا لازم تعرف حاجة معينة، طالما قال لي من A ل B يبقى أنت عارف إن التيار كده هيخش من عند A ويخرج من عند B. طب أنا مش متخيلها، لا هخليك تتخيلها دلوقتي. لو أنا عندي بطارية كده، فالقطب الموجب بتاعها بيخرج التيار اسمه اي مثلا. اي ده هيجي هنا يخش من عند ايه، يخش على الاربعه من غير توزيع، يخش هنا بقى يبدا يتوزع، جزء يروح لل30، جزء تاني يروح لل15، وبعدين يرجعوا يتجمعوا هنا الاثنين، وبعدين يرجع يتوزع التيار تاني على الثلاث فروع دول، وبعدين يرجعوا يتجمعوا هنا، وبعدين يرجع تاني للقطب السالب اي زي ما هو. طيب يعني لازم اللي خرج اي يرجع اي، ما يرجعش ناقص ولا زايد. دي نقطة. النقطة التانية، في طالب برضه هيسأل: هل يا أستاذ لو أنا عكست دخلت التيار من عند بي وخرجته من عند ايه يعني يجرى حاجة؟ لا، هي نفس الكلام، مفيش أي مشكلة خالص. لكن تعالوا بقى نشوف المقاومات المكافئة والمقاومة المكافئة للمجموعات اللي قدام دي كلها. أولا لازم تاخد بالك إن دي مجموعة مكونة من مقاومة واحدة، ودي مجموعة مكونة من مقاومتين على التوازي، ودي مجموعة مكونة من 3 مقاومات على التوازي. المجموعة دي والمجموعة دي والمجموعة دي هم أصلا متوصلين على التوالي، بس احنا هنخلص كل مجموعة لوحدها. دي ب4، دي توازي بتاعها حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 30 في 15 على 30 زائد 15 هيديك 10. طبعا احنا بنقول المجموعة دي مع المجموعة دي على التوالي، فهنجمع زائد. تعال نخلص المجموعة دي، هتبقى على التوازي. هنقول 1 على ار الكلية بتساوي 1 على 6 زائد 1 على 12 زائد طبعا 1 على 4. هتطلع 1 على ار المكافأة بتساوي 1 على 2، تبقى ار المكافأة نفسها بتساوي 2. اقلب تطلع ب2 معاك. طيب دي ب10 ودي ب4، يبقى 14 و2 يبقى 16، يبقى الإجابة 16. تعال نشوف اللي بعدها. برضو هنا لازم تكون متخيل بين A و B، يعني كأن في بطارية كده ها ومطلعه التيار بتاعها. أنا الكلام ده هقوله بس لأول مرة، بعد كده مش هقوله تاني. طب التيار هيدخل كده، هيبدأ يجي عند النقطة دي، أنا هسمي مثلا النقطة دي A، هيبدأ يتوزع عندها، جزء يخش هنا وجزء يخش هنا. هعدي مقاومة، طالما هعدي مقاومة يبقى لازم أغير الحرف ال A ده، ما سموش A، هسميه مثلا B. طب لو كان سلك فاضي يا أستاذ مفيش مقاومات، لا كان هياخد نفس الحرف، كان هيبقى ده A وده A. لكن طالما عديت مقاومة يبقى لازم تغير الحرف ده. طيب يا أستاذ، وبعد كده هيجي عند بي برضو ويتجزأ، ده مرة وده مرة، هيلف معايا كده، الجزء ده يتقابل مع الجزء ده. بص 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 بص، الجزء ده هيتقابل مع الجزء ده عند النقطة دي. النقطة دي لازم أسميها حرف مختلف، وليكن سي، وليكن سي. امسح بقى الحرفين دول عشان ما يلبخكش كده. تمام كده. وبعد كده التيار اللي جه من هنا وقابل التيار اللي جه من هنا هيتجمعوا هنا، يقابل الجزء اللي جاي من هنا عند النقطة دي، فأنا هسمي النقطة دي مثلا وليكن دي. وبعد كده التيار الكلي يرجع للقطب السالب مرة أخرى. كده أنت بقيت عارف الدنيا ماشية ازاي بالنسبة للتيار، بس احنا مش هنقول كده كل مرة بقى، أنت كده بقيت عارف التوزيعات. طيب تعالى بقى نشوف حاجة مهمة جدا. تعالى نجيب المقاومة المكافئة. بص كده، المقاومة 3 أولها قبلك أي حاجة غير سلك فاضي؟ لا. لغاية ما أوصل للبي؟ لا، يبقى أولها بي. طب في آخرها قبلك أي حاجة غير سلك فاضي لغاية ما توصل للسي؟ حتة سلك فاضية كده لغاية ما وصلت للسي، يبقى أولها بي وآخرها سي. المقاومة 6 أولها فين؟ هتقول لي أولها ما قابلنيش أي حاجة لغاية النقطة بي، يبقى أولها بي. طيب وهنا آخرها سي. طب يا أستاذ، ما هو ال3 أولها بي وآخرها سي، وال6 أولها بي وآخرها سي، يبقوا الاتنين دول على التوازي. يبقى أنا أشيلهم من على الرسم كده خالص وأحط قيمتهم. طب قيمتهم كام؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. 6 في 3 ب18، على 6 زائد 3 ب9، يبقى 18 على 9 فيها الاتنين. يبقى أنا كده مضطر أعمل إيه؟ هشيلهم الاتنين وأحط إيه؟ وأحط واحدة مكانهم. أشيل ال6 وأشيل ال3 دول من على الرسم خالص،
بين النقطتين B و C، تمام كده، واحط بقيمته واحده بس بقيمتهم اللي هي قيمتهم 2 اوم. تمام، نجيب قلم كده وتعالى نحط مقاومه واحده بس ب 2 اوم في الحته دي بين B و C، 2 اوم. نرجع بقى للتيار تاني، التيار كان بيتوزع عند ايه؟ جه عند بي، كان بيتوزع قبل كده لما كان فينا مقاومات، بس دلوقتي لا، التيار اللي داخل من واحد ما عادش قدامه طريق غير انه يخش على اتنين، فبالتالي واحد واتنين فيهم نفس التيار، وبالتالي دول الاتنين توالي. طب واحد واتنين توالي يديك كام؟ يديك تلاتة. تقوم ماسح الاتنين كده، تقوم ماسح المقاومتين يعني من على الرسم خالص وحاطط مكانهم واحدة بتلاتة. همسحهم من الأول من عند الدي لغاية ما كانوا بادئين معايا عند الايه، كله كده يتمسح، ونحط بس واحدة بس بقيمتهم اللي احنا قلنا قيمتهم كام يا اولاد؟ 3 اوم. هنحط واحدة هنا ب 3 اوم، هنا كده ب 3 اوم. طيب تيجي تشوف بقى اللي لسه باقي عندك ايه؟ ان باقي ما عندي مقاومة 15 ومقاومة 3. بداية ال 15 فين؟ عند ايه ونهايتها عند دي. بداية التلاتة عند ايه، مفيش اي حاجة قابلتني لغاية ما وصلت للايه، يبقى بدايتها عند ايه. مفيش حاجة قابلتني خالص اي مقاومات لغاية ما وصلت للدي، يبقى نهايتها عند الدي. يبقى هما الاتنين متفقين في نقطة البداية ونقطة النهاية، وبالتالي يبقى هما توازي. طب المكافأة بتاعتهم بتيجي ازاي؟ حاصل ضربهم 3 في 15 على حاصل جمعهم 3 زائد 15، وبالتالي لما تيجي تحسبها هتطلع معاك ب2.5 اوم. يبقى اذا الاجابه النهائيه هتبقى 2.5 اوم. تعال بقى نشوف اللي بعدها. اللي بعدها بيقول احسب برضو المقاومه المكافئه بين A و B. كلنا بقينا عارفين بقى ان خلاص بين A و B يعني هنا في مقاومه كده بتاع ده بطاريه كده بتطلع تيارها من بتدخله كده من عندي A ويتوزع ويرجع يتجمع في التسعة، ويرجع يتوزع تاني في الستة والتلاتة، ويرجع يتجمع تاني ويخش عند القطب السالب. ما علينا بقى من دي، انا بقيت فاهم خلاص. هجيب دي مجموعة على التوازي، هذه المجموعة المكافأة بتاعتها ب10 لان حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. هنا مجموعة من مقاومة واحدة ب9، والمقاومتين كده المجموعتين كده على التوالي. هنا مجموعة المكافأة بتاعتها ب2، وهي ايضا مع المجموعتين الاخرتين على التوالي. اجمع بقى كده، هنا 10 و9 و2 19 و2 21 اوم، وبالتالي الاجابه باء. تعالى هنا بين A و B، بقيت عارف ان هنا في بطاريه مثلا وبتدخل تيارها من عند A، هيخش على الاربعه، هيجي عند النقطه دي يتوزع جزء منه كده، وجزء يروح كده، وجزء يروح كده. طيب ده طالما دي نقطة فيها توزيع وتجميع هسميها ايه مثلا؟ طب امشي كده مع التيار ده، لو انا وصلت للنقطة دي، هل النقطة دي برضو نقطة توزيع او تجميع؟ طبعا، لان لها اكتر من فرع، وبالتالي هسميها. طب اسميها ايه برضو ولا اغير الحرف؟ لا، غير الحرف بقى، طالما عديت مقاومة يبقى تغير الحرف. طيب حد بقى شايف اللي انا شايفه؟ المقاومة 3 دي اولها فين؟ هتقول لي اولها عند الايه. طب واخرها فين؟ عند البي. طب والمقاومة دي بكام أصلا؟ الفرع ده كله بكام؟ الفرع ده كله ب12، 5 و7، لأن نفس التيار هيعدي على الاتنين دول ب12. طب الفرع أبو 12 ده، الفرع اللي فيه 12 ده بدايته عند إيه؟ نهايته عند بي. طب الفرع ده بكام؟ الفرع ده برضه ب12 لأنه على التوالي، 5 و7 على التوالي فب12، بدايته برضه عند إيه؟ نهايته عند بي. يعني الفرع ده والفرع ده والفرع ده التلاتة على التوازي متفقين في نقطة البداية ونقطة النهاية، وبالتالي هنخلصهم بقى توازي. 12 مع 12 يديك 6، الستة اللي هتطلع منهم على التوازي مع التلاتة يديك 2، وبالتالي انا هشيل كل المقاومات دي واحط مقاومة واحدة بس ب2، مقاومة واحدة بس بين A و B، المقاومة دي قيمتها 2 اوم. نشيل كل ده ونسيب النقطتين A و B بس، ونحط مقاومة واحدة زي ما اتفقنا بكام؟ ب2 اوم. طيب يا استاذ مفيش مشكله، حط لي هنا مقاومه واحده بس كده ب 2 اوم. ماشي حاضر. طيب يا استاذ التيار كده طالع في الاربعه نازل في الاثنين، ما عادش هنا توزيعات، خلاص دي ممسوحه يا اولاد. تمام، نازل في الاثنين بعد كده داخل على الاربعه، يبقى كده هم بقوا توالي. اجمعهم 4 و2 6 و4 10، يبقى الاجابه كده 10. تعالى للي بعدها بين A و B. بين A و B يا استاذ تخيل كده في هنا قطب موجب وهنا قطب سالب، دي البطاريه بتاعتي بين A و B اهو.
التيار هيخش من ايه؟ توزع جزء فوق وجزء تحت، وامشي كده الجزء ده اللي مشى في ال8 وال12، يعني انا عندي هنا كده مقاومه ب10. طيب والجزء اللي مشى تحت يبقى انا عندي هنا مقاومه ب30، مقاومه واحده، كأن هنا مقاومه واحده ب30 لان دول على التوالي. طيب وبعدين التيار اللي مشى في ال30 هيعدي ويجي الجهادي، والتيار اللي مشى في ال10 من فوق هيعدي، هيتجمعوا الاثنين ويجوا يعدوا في الاثنين ونص عشان يخشوا على القطب السالب. كده انا بقيت عارف الايه التوزيع. طب صلى على النبي، ايه النقاط اللي ممكن تترقم هنا؟ والله يا استاذ النقاط اللي ممكن تترقم هنا النقطه دي والنقطه دي بس، لان دي اسمها نقاط التوزيع والتجميع. طيب يا استاذ طب ودي ما تترقمش؟ لا دي فرعين اتنين، يعني كانه سلك متني كده مفيش ترقمات. اما دي تترقم لان عليها 3 فروع ودي عليها 3 فروع، فاحنا قلنا 3 فروع او اكثر تترقم. طب انا لو سميت دي مثلا ايه، او كان القطب الموجب بتاعي القطب الموجب، يبقى ده القطب الموجب، النقطه دي تاخد نفس الرقم نفس الاسم. لو سميت دي ايه هيبقى دي ايه، لان ده سلك فاضي. طب يا استاذ امشي معايا كده، انا عديت مقاومات، ده انا عديت مقاومه ب10، يبقى النقطه دي لازم يتغير الاسم بتاعها، هسميها مثلا وليكن سي، وليكن سي. طيب هعدي مقاومه لغايه ما وصلت للقطب السالب اللي هو اسمه بي، سيبه سالب، سيبه اسمه سالب، وده افضل، يبقى ده موجب وده سالب بدل ايه وبي. وعندي نقطه كمان اسمها سي. تعالوا انا عاوز اوصل لايه؟ عاوز اوصل لحاجه. شفتوا الفرع اللي فوق ده؟ هتقول لي اوله فين؟ اوله عند الموجب. اخره فين من الجهادي؟ عند السي. طب الفرع اللي تحت اوله فين؟ عند الموجب. اخره فين؟ عند السي. الله، يعني الفرع اللي فوق والفرع اللي تحت توازي؟ طبعا توازي. التوازي بتاعه يديني كام يا استاذ؟ والله حاصل ضربهم يعني 10 في 30 على حاصل جمعهم اللي هو 40 يديك كام؟ 7.5. ال7.5 يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ قال لك شيل كل حاجه، شيل الفرعين اللي فوق واللي تحت وحط مكانهم 7.5. اشيلهم ازاي دول؟ اهم، شيل الفرع اللي تحت خالص واللي فوق خالص اللي كانوا متوصلين بين النقطه الموجبه والنقطه سي اهم، وحط لي مقاومه واحده بقيمتهم. طب هي قيمتهم كام؟ انتوا قلتوا لي 7.5، يعني كاني هعمل هنا مقاومه كده بكام؟ ب7.5، في مقاومه هنا ب7.5. طب يا استاذ امشي كده مع التيار، ادي التيار مشى في ال7.5 وما عادش عنده توزيعات هنا، ده هيخش على ال2.5 على طول، يبقى كده ال7.5 وال2.5 توالي، وبالتالي يبقى قيمتهم ب10، هجمعهم. طيب تعالى هنا، لو انا تعالى بس نجيب لون يكون فاتح شويه. لو انا هنا برضو بيقول لي بين ايه وبي، ابقى عارف ان التيار داخل من ايه وخارج من عند بي، يعني ده القطب الموجب وده القطب السالب خلاص. طب التيار لو داخل من هنا هيتوزع على كام فرع؟ هيتوزع على 3. الفرع ده ماليش دعوه بيه لانه هيوصل للقطب السالب اهو خلاص. اما ده هيتوزع ده مره ومره لا مره ومره خلاص، هو طالع من هنا كده اسف، ويتوزع هنا وهنا. طيب الجزء بقى اللي ماشي في الستة دي، ما هو اللي ماشي في الستة دي برضه، يعني الستة دي والستة دي كام؟ ايه توالي، يديك 12 كأنه فرع واحد ب12. طيب الفرع بقى اللي كان ماشي فيه التيار ده هيجي هنا هيتقابل مع التيار اللي كان جاي من هنا يمشي كده. بص التيار ده هيتقابل مع التيار اللي جاي من الستة والستة ويخش في الستة دي، هيتقابل مع التيار اللي كان جاي في 12 ويطلع التيار الكلي. يبقى انت برضو كده بقيت فاهم توزيع الايه التيارات على الاقل يعني. تعالى بقى نشوف. طب ما انت قلت لي لسه الستة والستة دول ماشي فيهم نفس التيار، يبقى هم توالي. يعني ايه يا استاذ؟ يعني شيلهم من غير ما اقول لك كده، شيلهم وحط مكانهم قيمتهم. طب هم قيمتهم كام؟ قيمتهم ب12. تشيل من الاول خالص لغايه الاخر، هشيل المقاومه دي والمقاومه دي واحط واحده ب12 اوم. طيب ماشي سهله، حط لي واحده هنا ب12 مكانهم الاثنين كده ب12 اوم. قول لي يا استاذ مش انا لو رقمت النقطه دي وسميتها مثلا ناخد شيل الحرفين دول عشان ما يلبخوناش، يلا عشان نسميهم احنا، نسميهم ايه مثلا وبي، ما هو ما ينفعش نكرر الارقام او الحروف في نفس الدايره. تمام. طيب هتقول ال 12 اللي فوق دي بدايتها ايه واخرها بي، طب وال 12 دي كمان ما هو بدايتها ايه واخرها بي، يبقى كده هما الاثنين توازي. توازي يعني قيمتهم بكام؟ واحده منهم على عددهم، يعني 12 على الاثنين يديك 6. يعني انا كده المفروض ان انا اشيلهم الاثنين واحط واحده بايه؟ واحط واحده ب6. شيل دي من اولها لاخرها من عند النقطه ايه لغايه النقطه بي، وشيل دي برضو من اولها لاخرها من اول النقطه ايه لغايه النقطه بي، وحط لي واحده بس، واحده بس بالقيمه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي 6. يعني يا استاذ في واحده هنا اهو كده اهو
بستة، بستة اوم. دي مش معانا بقى خلاص. طيب تعالى امشي كده مع التيار. التيار اهوت يا استاذ، التيار الجزء اللي ماشي في الفرع ده هو اللي هيمشي في الستة. ما انت اما الستة كده وال12 دول توالي، لان التيار ماشي هنا زي ماشي هنا، هنا ما عادش نقطة. طيب ما هو كده يبقى 18. اعمل ايه؟ شيلهم وحط 18. شيلهم، شيل الستة دي وشيل ال12 دي وحط مكانهم واحدة بكام؟ واحدة ب 18 اوم. واحدة ب 18 اوم يا استاذ. ماشي سهلة خالص. حط واحدة هنا كده ب 18 اوم. لو انا حبيت اسمي النقطة دي خلاص دي مش معانا. لو انا النقطة دي بي زي ما هي ايه، لو انا حبيت اسمي النقطة دي ايه خلاص هتقول لي ايه ازاي وكان في ايه قبل كده؟ ما انا مسحت الايه التانية بقى خلاص انتهينا منها. او سمي ارقام زي ما يعجبك، سمي اللي تسميه. المهم انت لما تبص كده التسعة دي بدايتها فين؟ هتقول لي بدايتها ايه ونهايتها بي. طب وال18 دي بدايتها ايه ونهايتها بي؟ ده بدايتها وده نهايتها. طب ما دول كده يبقوا توازي يا استاذ. توازي. طب التوازي بتاعهم بكام؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يبقى 6. اعملها على الآلة الحاسبة هتلاقي 18 في 9 على 18 زائد 9 هتديك 6. هتديك ايه؟ 6. يبقى انا اشيلهم كده بين النقطتين اللي انا مكررهم اللي هي الاي والبي. شيل كل حاجه بين الاي والبي وتعالى حط واحده بس بستة. حط واحده بس بكام؟ تعال نغير لكم اللون كده يمكن يكون فريحي ولا حاجه. واحده بستة هنا كده 6 اوم، ولا فريحي ولا نيل. طيب تعالى بقى كده للتيار. التيار لو كان داخل من هنا يبقى داخل كده في الستة، ودخل برضو في الستة اللي فوق كده ب 12، وهنا تحت واحده ب 12. واضح قوي ان انا ممكن اشيل الاثنين دول واحط 12، وهنا واحده ب 12. يبقى كده النهائيه 12 مع 12 على التوازي تديك في النهايه 6 اوم. تديك في النهايه كام؟ 6 اوم، واحده منهم على عدده. طيب تعال نشوف بقى اللي بعدها. في حاجات بقى كده هنمشي فيها بسرعه عشان احنا اتعلمنا خلاص. تعال بقى نغير اللون ده اللي هو ما عجبنيش ده ونشتغل المساله دي. صلى على النبي. لو في هنا قطب موجب وهنا قطب سالب هتقول التيار هيطلع كده كده، يجي عند النقطه دي ويتوزع جزء كده وجزء كده. طيب وبعدين هل هيتوزع هنا؟ لا، هو لا هيمشي هنا زي هنا، هنا زي هنا، يعني دول كده مقاومتين على التوالي 6. وبعدين يمشي يجي هنا بقى يخش هنا جزء وهنا جزء. الجزء اللي هيمشي هنا هيجي عند النقطه دي ويتوزع، ده جزء وده جزء. تعالى بقى احنا لما بنيجي نلم المقاومات او نخلص المقاومات بنخلص من بعيد عن البطاريه. شوف البطاريه فين، ابعد عن البطاريه ولم بقى، ابدا لم. لو انا مثلا يا اولاد سميت النقطه دي A والنقطه دي B مثلا، هتقول لي ال 18 اللي فوق دي بادئه منين؟ تقول لي بادئه من عند A. طب ونهايتها فين؟ عند B. ما فيش اي حاجه قابلتني لغايه B، يبقى ماشي. طب ودي برضو بدايتها A ونهايتها B، يبقى دول توازي وش. تعمل ايه يا استاذ؟ تروح شايل الاثنين كده، التوازي بتاعهم هيطلع بكام يا استاذ؟ هيطلع ب9. واحده منهم على عددهم يطلع ب9. يعني اشيل كل ده لغايه النقطه بي كده، واشيل دي كمان اللي برضو ما بين A وB. اشيل الاثنين دول واحط واحده بس بايه؟ واحده بس ب9 اوم. واحده بس بايه؟ ب9 اوم اهي 9 اوم. طيب تعالى التيار اللي هيمشي في الاثنين مش هو كده اللي هيمشي في التسعه؟ ومش هو برضو اللي هيمشي في السبعه؟ طب ما دول توالي 2 و9 11 و7 18. يبقى انا اشيل كل دول واحط 18. اشيل الثلاث مقاومات دول واحط كام؟ 18. شيل دي ودي 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 كله كده ونحط 18 18 اوم مكانها. طيب فين بقى؟ هوصل كده اهي واحده مكانها ب 18 مكان الثلاثه اللي ب 18 اوم. تعال ننقط كده النقطتين دول. انا لو سميت دي ايه فانا هعدي كده هلاقي نقطه ثانيه هسميها بي. هتلاقي ان ال 18 وال9 دول توازي، لان ال 18 اولها A واخرها B وال9 اولها A واخرها B، يبقى دول توازي. لما تيجي تقول 18 في 9 على 18 زائد 9 هيديك 6. يبقى انا برضو ممكن اشيلهم واحط واحده بكام؟ طبعا احنا بس عشان انا بعلمك فانا دايما بعمل معاك خطوه بخطوه. اشيل ده واشيل ده وهحط واحده بكام؟ ب6 اوم. ب6 اوم. يبقى شلت الاثنين وهحط واحده ب6 اوم. ماشي. حط لي واحده هنا ب6 اوم. طيب يا استاذ ما هم التيار اللي ماشي من هنا هو اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا دلوقتي، يبقى الخمسه والواحد والسته دول توالي، وطالما هم توالي يبقى اجمعهم.
طب 6 و5 11 و1 يبقى كده 12. يبقى انا اشيل كل ده واحط واحده ب 12. واحط واحده بكام؟ ب 12. طبعا انت بعد ما تتعلم هتلاقي الموضوع سهل خالص، مش صعب ولا حاجه. بس احنا ماشيين معاك بالتفاصيل الصغيره بحيث تتعلم بس الاول وتحب الموضوع. نحط واحده هنا بكام؟ ب 12. 12 اوم. لو انا كنت مسمي النقطه دي A يبقى النقطه دي B، وده سلك فاضي يبقى فعلا النقطه دي B، بس انا مش عاوزها لان دي مش نقطه ترقيم اصلا. ماشي. لو جيت تبص على ال 12 اوم دي هتلاقيها بادئه من عندي A منتهيه عند B. طب وال 12 اللي فوق دي برضو بادئه من عندي A منتهيه عند B، يبقى هما الاثنين توازي، يبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم او تقول واحده منهم على عددهم تطلع معاك ب 6 اوم. 6 كيلو اوم لان احنا هنا ماشيين بالكيلو اوم، كله كان بالكيلو. طيب تعال نشوف اللي بعدها والاخيره بالنسبه لمساله رقم 6. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده نشوف يا اولاد مع بعض. انا هنا عندي لو في بطاريه قطب الموجب بتاعها اهوت عندي A والقطب السالب عند B، هتقول لي التيار هيعدي من الثلاثه بالكامل وبعدين يرجع يتوزع، ده جزء وده جزء. طب وهنا هيتوزع ده جزء وده جزء، يجي عند النقطه دي ويتوزع. تمام كده. الجزء اللي جاي من هنا هيتجمع مع الجزء اللي جاي من هنا ويخش على القطب السالب، وده القطب السالب اللي عند بعد الاثنين ده على طول. طيب والجزء اللي جاي من هنا هيمشي في ال 30 وال 24 مع بعض وبعدين يتجمع مع الجزء اللي جاي من ال 27 عند النقطه دي، يتجمعوا كده ويخشوا في ال 12، وبعد ما يخشوا في ال 12 يطلع كده يتجمع مع الجزء اللي كان جاي من هنا عشان يطلعوا مع بعض زي الشطار كده يروحوا للقطب السالب. طيب كده بقينا فاهمين توزيع التيار. طب احل المساله دي ازاي؟ تعال ابعد عن البطاريه. طب البطاريه دلوقتي في النص، ما في جنب يمين وجنب شمال، قال لك يا باشا صفي الجنب اليمين لوحده والجنب الشمال لوحده. تمام. لما بحب اصفي ببعد عن البطاريه. طب انا عاوز اصفي، قول لي يا باشا ال 30 ماشي فيها تيار، طب ما ال 24 ماشي فيها نفس التيار، يبقى الاثنين توالي ب 54، اجمعهم يبقوا كام؟ يبقوا 54. هنشيل الاثنين كده، هنشيل الاثنين دول كده ونحط كام؟ 54 اوم من عند النقطة اللي ابتدينا من عندها المسح بتاعنا لغاية ما انتهينا. يبقى يا أستاذ هنا في كام؟ في 54 أوم. ماشي. 54 أوم. لو أنا كنت سميت النقطة دي A مثلا والنقطة دي B مثلا يعني، هتقول لي ال 54 بدأ من عند A منتهية عند B، وال 27 دي بدأ من عند A منتهية عند B، وبالتالي دول توازي. اجيب التوازي بتاعهم يطلع معايا بكام؟ يطلع معايا ب 18. حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يطلع معاك ب 18. اذا انا هشيل المقاومه دي والمقاومه دي واحط مكانهم 18. يلا زي ما اتعلمنا بقى هنحط واحده بكام؟ ب 18 مكان المقاومه 27 والمقاومه كام؟ 4 وكام؟ و50. هنحط واحده بكام يا اولاد؟ ب 18 اوم. يعني عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان انا هجيب دلوقتي قلم واحط لك واحده انا اهوت بكام؟ ب 18 اوم. ماشي. طيب التيار اللي هيمشي هنا مش هو التيار اللي هيمشي في ال 12؟ يبقوا توالي. يبقى انا اشيل الاثنين دول واحط واحده بكام؟ ب 30 اوم. تعالى يلا مش هسيبك النهارده لما تتعلم مظبوط. تمام. يبقى 30 اوم. شيل كده ال 18 وال 12 وحط لي واحده بس قيمتها 30 اوم. 30 ايه؟ 30 اوم. ماشي يا استاذ اهو، ادي واحده قيمتها 30 اوم. طيب اصفي هنا؟ لا، قال لك بقى ما تصفيش بقى، استنى اصفي الجنب الثاني، انت وصلت للبطاريه خلاص. يلا نصفي الجنب الثاني بنفس الطريقه بقى، مش هنكررها. يلا دي ودي توالي لان التيار اللي ماشي في ال 50 هو اللي ماشي فين؟ في ال 30. طب انا اشيل الاثنين دول بقى خلاص واحط واحده بس ب 80. واحده بس بكام؟ بمجموع الاثنين ب 80. واحده بس ب 80. ده خلاص بقى سلك فاضي عشان انا شلتها وحطيت واحده ب 80. طب ما يا استاذ ما هو ال 80 وال 20 دول بدايتهم واحده ونهايتهم واحده. لو انا سميت دي A ودي B يبقى ده برضو بدايتهم ونهايتهم واحده، يبقوا توازي. يعني انت عارف دول توازيهم بكام؟ شيل دي بقى خلاص. احنا قلنا ده سلك فاضي وشيلنا القيمه بتاعته حطيناها هنا 80. 20 مع 80 يديك كام؟ يديك 16. 20 في 80 على 20 زائد 80 يديك 16. يعني ايه؟ يعني هشيل ده وده واحط واحده ب 16. تعال بقى نشيل عشان الرسمه تبقى شكلها حلو معانا، ما يبقاش فيه حاجه مش باينه. انا هشيل ال 80 دي وهشيل ال 20 دي كمان. تمام كده. وهحط واحده ب 16 اوم. فين بقى اللي انا هحطها دي؟ ما بين A و B. بين A و B هنا كده. واحده بكام؟ ب 16 اوم.
طيب ما هو التيار اللي هيمشي في ال 14 هو اللي هيمشي في ال 16، وبالتالي الاثنين دول بكام؟ الاثنين دول ب 30 اوم. برضو تعال نشيلهم كده ونحط بقى واحده ب 30 اوم. واحده ب 30 اوم كده مكان الاثنين دول، ادي واحده ب 30 اوم اهيت، هنحطها لك حالا دلوقتي. الطالب بقى بيقول لنفسه ايه دلوقتي؟ انا هعمل كل ده؟ لا انت مش هتعمل كل ده، انت بس بتتعلم. 30 اوم. قول لي بقى يا استاذ، ال 30 اوم اللي الجهادي وال 30 اوم اللي الجهادي، ال 30 اوم دي بادئه منين؟ تقول لي بادئه من عندي ايه؟ طب ومنتهيه فين؟ عندي بي. طب ودي برضو بادئه من عندي ايه ومنتهيه عندي بي، يبقى دول مجموعتين على التوازي. على التوازي يعني ايه؟ يعني شيلهم هما الاثنين وحط قيمتهم. طيب يا استاذ واحده منهم على عددهم يعني اديك 15. شيل المقاومه دي من عندي ايه كده لغايه بي، وشيل المقاومه الثانيه دي من عندي ايه لغايه بي كده، وحط واحده بس بكام؟ ب 15 اوم اللي هي قيمتهم، قيمه الاثنين. طب ماشي، حطيت واحده هنا ب 15 اوم. ماشي كده؟ طيب يا استاذ ما هو كده التيار هيبقى طالع من الثلاثه ماشي في ال 15 ما اتجزأش، جه هنا مشى في الاثنين برضو ما اتجزأش، يبقى الثلاثه وال 15 والاثنين دول توالي اجمعهم يطلع معاك ب 20 اوم. يطلع معاك بكام؟ ب 20. طيب هنكمل بقى مع بعض رقم 7. رقم 7 فيها مطلوبين يا جماعه، تعالى برضو نشوف تتحل ازاي. بس بقى في حاجات انا ما عدتش هكررها تاني، يعني ما عدتش هكرر الكلام تاني بقى، خلاص انت بقيت ايه؟ بقيت معلم دلوقتي. تعالوا نشوف هنا بيقول للمقاومه المكافئه للدايره في حاله توصيل مصدر كهربي بين A و B. احنا اتفقنا بين A و B يعني ايه؟ يعني داخل من عندي A وخارج من عندي B. كده انت بقيت عارفها، ممكن تحط بطاريه وتفهم الموضوع ده خلاص. طيب التيار لو داخل من هنا هيتوزع جزء هنا وجزء هنا، صح كده؟ الجزء اللي هنا ده اللي ماشي في العشرة ده خلاص وصل للقطب السالب، سيبك منه. تعال بقى للجزء الثاني، هيجي عند النقطه دي يتوزع 3 مرات. الجزء اللي نازل في 5 اوم ده هيجي هنا ويتوزع كمان مرتين، ويرجع ده يمشي في الخمسة والخمسة. بص بص بص، 5 و5 كده، انت دول توالي كده. توالي. بس تعال نكمل الاول التيارات. الخمسة والخمسة يمشي فيهم نفس التيار، يتقابل مع التيار اللي كان جاي مع العشرة عند النقطة دي، يتقابل كمان مع التيار اللي جاي مع عند العشرة مع النقطة دي، ويكمل هيمشي في الخمسة دي يتقابل مع التيار اللي كان جاي من عند العشرة دي عشان يطلع التيار الكلي من عند بي. طيب تعالى بقى نجمع المقاومات بتاعتنا. احنا اتفقنا ان احنا هنبعد عن البطارية قدر المستطاع. البطارية فين يا استاذ؟ البطارية اهي، التيار داخل من عندي ايه خارج من عندي بي. تعالى بقى نبعد عن البطارية، نجيب من تحت. هنجيب من تحت ازاي؟ والله انا شايف يا استاذ ان التيار اللي ماشي في الخمسة هو اللي ماشي في الخمسة التانية، يبقى دول ب10. طب يعني اعمل ايه؟ يعني الاثنين دول ب10 خلاص، كأنك شلتهم الاثنين وحطيت واحدة ب10 وحطيت ايه؟ واحدة ب10، مقاومة ب10. تيجي تبص للمقاومة ام 10 دي تلاقي اولها هنا واخرها هنا. اولها عند النقطة مثلا دي ايه ودي بي، تمام؟ اولها. طب وال10 دي اولها برضو عند ايه واخرها عند بي، طب ما دول يبقوا توازي. طب التوازي بتاعهم بكام؟ التوازي بتاعهم واحده منهم على عددهم طالما قد بعض يبقى ب5. نقوم ماسحين الاثنين دول بقى كده وحاطين واحده بكام؟ واحده ب5. نشيل دي من عندي ايه كده، ودي برضو من عندي ايه لغايه بي. ونحط واحده بكام يا اولاد؟ هنحط واحده ب5. هنحط واحده ب5. تعالى كده بسم الله نجيب قلم ونحط لك واحده هنا ب5 عشان الامور توضح معاك. ادي 5 اوم. طيب يا استاذ التيار اللي ماشي هنا بقى في الخمسه دي بقى ماشي هنا في الخمسه دي زي ما هو ده. يعني دول كده بقوا توالي، يعني بقوا ب10. طب ما تشيلهم كده وحط لي واحده ب10. حاضر عينيا الاثنين. شيل من عند السي، امشي خالص لغايه البي، شيل النقطه ايه كمان وشيل كل حاجه، وقلت لك هتحط لك واحده بكام؟ واحده ب10. طيب واحده ب10 دي يا استاذ يعني كده اهي 10 اوم. لما تيجي تبص ل10 اوم دي هتلاقي بدأ من عند السي منتهي عند البي. طب ما دي برضو بدأ من عند السي منتهي عند البي، يبقى دول توازي. يبقى نشيلهم ونحط 5 اوم اللي هي قيمتهم واحده منهم على ايه؟ على عدده. شيل من عند السي اي حاجه عند السي ما بين السي والبي شيلها. اي حاجه ما بين السي والبي شيلها. طب قلنا هنحط كام؟ هنحط 5. هنحط 5 مقاومه ب5. ماشي 5 اوم. طيب بص للتيار، التيار اللي كان جاي من هنا قلت هيجي عند النقطه دي يتوزع منه جزء كده وينزل منه جزء كده. الجزء اللي هيمشي هنا هو اللي هيمشي في الخمسه الثانيه، يبقى الخمستين دول توالي يبقى ب10.
نشيلهم ونحط واحده ب10. انا بس معاك بطيء كده وبالراحه عشان خاطر انت بتتعلم. احنا هنحط واحده دلوقتي بايه؟ ب10. الموضوع ده اصلا بيضايق ناس كتير رغم انه سهل يعني. 10 اوم. طيب يا استاذ، ما هو ال10 اوم دي وال10 اوم دول توازي، لان دي اولها بي واخرها سي، ودي برضو اولها بي واخرها سي. طيب ما هو دول توازي، يبقى نشيلهم ونحط واحده بكام؟ نحط واحده ب5. نحط واحده بكام؟ ب5. طيب شيلهم وحط واحده ب5 كده. شيل دي وشيل دي كمان وحط لي واحده بكام؟ ب5. طيب هنا بقى في واحده بكام؟ ب5 اوم. طيب يا استاذ، التيار كان داخل من عندي ايه؟ دلوقتي هو هنا دخل كده ولازم هيطلع من عندي بي، يبقى دخل في ال5 وال5 دول بقوا توالي، يعني قيمتهم بكام؟ الاتنين ب10 اوم. ب10 اوم، يبقى كده ب10 اوم. طب ال10 اوم بدايتها هنا ونهايتها اهي، ونهايتها هنا. ال10 اوم كلها بقى اللي انا حطيتها دي بدايتها عند الايه، نهايتها عند البي. طب ما دي برضو بدايتها عند الايه، نهايتها عند البي، يبقى كده المقاومه المكافئه هيبقى على التوازي واحده منهم على عددهم تطلع معاك ب5 اوم. طيب عاوز ارجع بقى الايه، عاوز ارجع المساله بتاعتي قدامي تاني، بحيث ايه؟ بحيث ان انا هنحل مطلوب تاني على نفس المساله. في مطلوب تاني هيتحل على نفس المساله، بس خد بالك هو نقطه الدخول والخروج مش زي بعض. يعني كان هنا بين A و B، لكن اللي جايه في المطلوب اللي جاي هيبقى بين ايه بقى؟ بين B و C. طيب هي هتفرق؟ تفرق كتير جدا طبعا، تفرق كتير جدا طبعا. يعني ايه بقى بين B و C يا استاذ؟ يعني التيار داخل من عند B خارج من عند C. طب هو لما يدخل من عند بي هيتوزع، ده جزء وده جزء وده جزء. الجزء ده سيبك منه خلاص. طب والجزء ده، الجزء ده هيمشي في ال10 وفي ال5 عشان يوصل للقطب السالب، يبقى دول الاتنين ب15. يبقى ده اول حاجه هنشيلها ونتفض منها، ان المقاومتين اللي فوق دول بكام؟ ب15 اوم. نشيلهم كده اهم. دول هيتحط مكانهم مقاومه واحده ب15 اوم. تعالوا يا اولاد نحط واحده ب15 اوم هنا كده مكان الاتنين اللي انا مسحتهم ب15 ايه؟ ب15 اوم. طيب تعالى بقى نجيب من تحت. فاكرين التيار وهو بيتوزع؟ فاكرين دول كانوا بكام؟ دول كانوا لو في اي تيار هيمشي في ال5 دي اكيد هيمشي في ال5 التانية، يعني اذا دول توالي. الخمستين دول توالي، يعني اقدر اشيلهم كده واحط واحده بكام؟ واحده ب10 اوم. واحده بس ب10 اوم. طيب يا استاذ، ما هي ال10 اوم اللي انت حطيتها دي بدايتها هنا ونهايتها هنا. طب ما ال10 دي برضو بدايتها هنا ونهايتها هنا، يبقى دول توازي. يعني اشيل العشرتين دول واحط كام؟ احط 5، واحده منهم على عددهم. طيب ما هو كده احنا بنعمل زي اللي فاتت. احنا فعلا بنعمل حاجات زي اللي فاتت، لكن انت النتيجه هتختلف عن اللي فاتت. احنا هنحط واحده دلوقتي ب5. طيب يلا نحط لك واحده ب5 هنا في الحته دي، 5 اوم. طيب يا استاذ، ال5 اوم دي لو في تيار ماشي هنا، مش هو اللي هيمشي هنا؟ لانه مش هيتوزع. طيب ما هم دول يبقوا توالي، يعني ممكن اشيلهم كده واحط واحده بكام؟ واحده ب10. احط لك واحده ب10 اوم مكان الخمستين دول، مفيش مشكله. يلا قلم، يلا حط لك واحده بكام؟ ب10 اوم. ال10 اوم ديت بدايتها هنا عند السي ونهايتها عند النقطه دي، وليكن النقطه دي اسمها دي مثلا. طب ما ال10 اللي تحت برضو نفس الكلام، يبقوا توازي، شيلهم وحط قيمتهم. طيب المكافأة بتاعتهم بكام؟ واحدة منهم على عددهم. تعالى بقى نشيل ونحط واحدة منهم على عددهم، يعني 10 على مقاومتين، يعني المكافأة ب5 تطلع ب5 هنا بين النقطتين دول سي والدي. واحدة بكام؟ واحدة ب5. النقطة دي كان اسمها ايه؟ دي. في واحدة هنا كده دلوقتي ب5 اوم. طيب يا استاذ، لو في هنا تيار هيبقى ماشي في ال5 دي برضو، يبقى الاتنين دول ب10. يبقى الاتنين دول ايه؟ اشيلهم كده واحط مقاومه ب10 لانهم توالي. من عند السي لغايه البي كده مقاومه واحده بس بكام يا استاذ؟ ب10 اوم. حط هنا واحده ب10 اوم.
طيب انا باقي لي كام مقاومه في الدايره؟ 3، والثلاثه على ايه؟ على التوازي. نخلص الاثنين دول مع بعض، 10 مع 10 توازي يديك 5، والخمسه تبقى توازي لسه مع ال 15. نشوفها بقى على الاله الحاسبه. 15 في 5 على 15 زائد 5. 15 في 5، 15 في 5 تساوي على 15 زائد 5 يعني 20. يديك كام؟ يديك 3 75. 3 75 تبقى الإجابة فين؟ تبقى الإجابة ج. يبقى الإجابة إيه يا أولاد؟ ج. طيب لعل وعسى تكونوا بتستفيدوا من الكلام ده. خد بالك، يلا بقى نحل كمان واحدة. بيقول لي في الشكل المقابل تكون المقاومة المكافئة عند توصيل بطارية مهملة المقاومة الداخلية بين النقطتين X و Y هي المقاومة المكافئة لما وصل بطارية مهملة بين X و Y. يعني إيه؟ يعني يا أستاذ أدا X أهي، هدخل هنا بطارية بين X و Y، يعني كأنه بيقول لك شوف لي المقاومة المكافئة بين X و Y، لأن التيار هيخش كده من عند X يتوزع، الطرف ده خلاص هيوصل للقطب السالب أهو، والقطب ده والطرف ده التيار هيتوزع ويرجع يتجمع عند النقطة ده ايه؟ اللي جاي من هنا مع اللي جاي من تحت يتجمعوا كده. التيار بقى اللي كان جاي في ال40 هيتجمع مع التيار ده ويطلعوا عند القطب الايه؟ السالب هنا. طيب واضح قوي، واضح جدا انه ال12 وال4 دول توازي، بدايتهم واحدة ونهايتهم واحدة. يعني مثلا دي A ودي B، تعرف تقول لي ال12 بادئة منين؟ من عند النقطة دي ومنتهية عند النقطة دي. طب الأربعة دي برضو بدايتها هنا ونهايتها هنا، يعني متفقين في نقط البداية والنهاية، وبالتالي دول توازي. 12 في 4 على 12 زائد 4، 12 في 4 على 16 اللي هم مجموعهم يعني تطلع ب3. يعني يا أستاذ كأنك بالظبط هتشيل الاتنين دول وتحط واحدة بس ب3، تشيل دي وتشيل دي بين النقطتين A و B وتحط واحدة بس بإيه؟ ب3. تعالى بقى نحط كده مقاومة ب3 هنا لغاية هنا 3 اوم. ال3 اوم وال7 اوم ده اللي فيهم نفس التيار يبقوا ب10 اوم، يبقى كأن عندك بقى مقاومة هنا تحت ب10 ومقاومة فوق ب40. واضح ان المقاومتين بدايتهم واحدة ونهايتهم واحدة، يبقى على التوازي على طول. يبقى هنا 10 تحت و40 فوق. توازيهم ازاي؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. ضربهم 400، 10 في 40 يبقى 400 على جمعهم 50 يديك كام؟ يديك 8 اوم. يبقى الايه الرقم ده. طب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي اذا وصلت بطاريه، تعال نجيب بس كده نمسح. اذا وصلت بطاريه بقى نرجعها تاني كده. اذا وصلت بطاريه بين ايه وايه؟ محل المقاومه 7. يعني هنشيل 7 ونحط ايه؟ ونحط بطاريه. نشيل المقاومة 7 دي ونحط بطارية. تعالوا كده نشيل المقاومة 7 ونحط بطارية ونشوف كده المقاومة المكافئة تبقى بكام. بسم الله، يلا شيل لي المقاومة 7 دي وحط لي مكانها بطارية. ماشي حاضر، عينيا الاتنين. هات قلم بس يفرح لونه كده، يفرح شوية. تعال نشوف كده. أدا بطارية قطبها الموجب اهو، قطبها السالب اهو، وبراحتك عاوز تغير مش هتفرق معانا في حاجه. ده القطب الموجب ده القطب السالب. التيار يطلع من هنا هيمشي كده 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 ويجي عند النقطه دي ويتوزع، جزء يروح لل12 وجزء يروح لل4. اللي جاي من ال12 مع اللي جاي من ال4 يتجمعوا في النقطه دي ويجي يخش على القطب السالب. طيب ما هو واضح بقى انه ال12 وال4 احنا قلنا كام؟ احنا قلنا قيمتهم ب3، توازيهم بكام؟ هما الاثنين توازي 3 اوم. طيب التيار اللي هيمشي في ال40 يعني انا اشيلهم كده الاثنين واحط واحده بس ب3 اوم، كأني شلت دي وشلت دي. طيب ما هو اللي ماشي في ال40 بقى هو اللي ماشي في ال3 دلوقتي. خلاص يبقى المقاومة المكافئة بكام؟ ب43. ب3 وايه؟ و40. طيب تعالوا نحل كمان مسألة مع بعض كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي 3 مقاومات اكس وواي وزد تتصل معا مع بطارية ومقاومة متغيرة اس اللي هي دي كما بالشكل 1. والشكل 2 يمثل العلاقة بين فرق الجهد عبر كل من المقاومات الثلاثة وشدة تيار اي المار بكل منها. فعاوز ايه؟ بيقول لي فإن المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B، نقطة A والنقطة B، يعني عاوز المقاومة الكلية يعني بين A و B بين نقطة المبينتين في الشكل 1. طيب أولا عشان أجيب المقاومة بين A و B
بين A و B، يبقى انا دلوقتي محتاج اعرف المقاومات قيمتها كام. فتعال نجيب مقاومه X. اي مقاومه اصلا بتساوي V على I. يبقى انا لو عاوز اجيب مقاومه X، يبقى الفي بتاعت X ب6 على الاي بتاعت X ب1، يبقى هتطلع 6 على 1. اسفين يا جماعه، نمسح بس الجزء ده، نمسح الجزء ده كده. القلم علق بس، ماشي. 6 على 1 يبقى مقاومة اكس ار اكس هتساوي 6 اوم. طب وار واي؟ ار واي يا استاذ برضو الفي بتاعتها ب6 والاي بتاعها ب2، يبقى 6 على 2 فيها 3 اوم. طب والار زد الفي بتاعتها بكام؟ برضو ب6 والاي بتاعتها بكام؟ ب3، يبقى 6 على 3 فيها 2 اوم. طيب ما انا بقيت عارفهم بقى، نحطهم على الرسم. اكس هحط مكانها 6، واي هحط مكانها 3، الزد هحط مكانها ايه؟ 2. طب ما الستة والتلاتة دول توازي تطلع باتنين، 2 مع 2 توالي يديك 4، وبالتالي المكافأة هنا ب4. انا هكتفي لان البرنامج بدأ يهنج، فعشان الفيديو ايه ما يبصش هكتفي بالقدر ده النهارده. يا رب تكون استفدت حاجة، وهنكمل ان شاء الله في فيديو تاني بكره ولا بعده على طول، بحيث ايه تبقى المعلومات ايه معاك على طول باستمرار. كان معاكم مستر وليد من قناة فنون العلوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.